كاميرون لا يستحق أن نعرف به كالعادة. هدفنا وهو أن نتقدم إلى أبعد مرحلة ممكنة في بلدنا. ستكون مباراة صعبة. رأينا أن هذا النوع من المباريات كان صعبا على جميع العديد من الفرق. الكاميرون سواء كان في كأس أفريقيا أو في كأس العالم هو فريق كان أفضل الفرق الأفريقية، وقد أثبتوا ذلك في هذه البطولة. نتوقع مباراة كبيرة ونأمل أن نقدم صورة جيدة لكرة القدم الأفريقية، وبالنسبة لنا أن نصل إلى النصف النهائي كما هو أملنا. المباراة ما تكونش سهلة بين الطرفين، وإن شاء الله غادي نحققوا التأهل ديالنا للدور المقبل إن شاء الله. وكيف ما كتعرفوا حنا راه لعبة موجودين 100%، وإن شاء الله غيدوز كلشي بخير على خير. Question here, please. أسئلة. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de l'infirmerie؟ هل يمكن أن تحدثنا عن الوضع الصحي واللياقي للاعبين؟ L'infirmerie, on récupère حمزة عاد بعد أن كان مصابا وهو جاهز، كان جاهزا للدخول مشاركة في المباراة التالية، لكن لم نتمكن من ذلك. أمرابات الذي ما يزال يعاني من إصابة، ونأمل أن نستعيده، غير أنه ليس في وضع الآن يمكن استخدامه في المباراة أو بعدها. هو يبذل كل جهد الممكن لكي يكون جاهزا 100%. روما أيضا ما يزال يحاول التعافي، وأعتقد أن هذا ما يتعلق باللاعبين المصابين. فيما عدا ذلك جميع الآخرين جاهزون. تحدثنا عن الثقة والناحية الذهنية. بطبيعة الحال في هذا المستوى من المسابقة هناك جودة المجموعة والثقة والشعور بالثقة وبالقوة الذهنية، لأن أي خطأ يمكن أن ندفع ثمنه غاليا، والفريق الذي سيرتكب أقل عدد من الأخطاء سيكون له فرصة. هذا اختبار حقيقي ومعركة حقيقية، والناحية الذهنية طبعا سيكون لها دور كبير. نأمل أن تفوز. إذن كأس أفريقيا تبدأ بالنسبة للمغرب غدا. ألا تعتقد أن 4-3-3 بحرية أكبر للظهيرين ستناسب الفريق أكثر؟ هناك أنظمة كثيرة يمكن تبنيها، لكن الحقيقة أننا الآن في خضم البطولة. هناك أمور يمكن أن نقوم بها وأخرى لا نفعلها. قد نلعب غدا ب3 مدافعين. هناك إمكانات كثيرة. نحن دائما بنفس الطريقة في التفكير. نحن منتخب المغرب، هل ينبغي أن نتأقلم مع الآخرين أم الآخرون يتأقلمون معك؟ هي مسألة ثقة. عندما نتحلى بالثقة نكون واثقين بما نقوم به، وحين نتساءل لماذا نغير، وإذا غيرنا فربما يكون ذلك إشارة إلى أننا خائفون. هل نلعب بطريقة 3 عادة؟ أننا ليست هذه عقليتي. سنلعب بطريقتنا
ونرى ما يحدث. Hervé Penaud du journal L'Équipe. Bonjour Walid, bonjour Abdel. Je voulais savoir. أردت أن أعرف أنت بدأت بوسط ميدان ثم بعد ذلك لم ينجح، مع أن وسط الميدان هو مهم جدا. ما الذي تغير في رؤيتك وبالنسبة لتنظيم الفريق؟ الشوط الأول هو الذي يجعلك تشك في إمكانات وسط الميدان. إذا قدمنا 25 دقيقة ضعيفة ولم ندخل في المباراة وكان هناك أخطاء فنية. أنا أنطلق من مبدأ أن كل مباراة لها حقيقتها، ونحن خلقنا فرص أكثر بعد ذلك. ثم هناك دخول في وسط الميدان. عز الدين كان غائبا وكان ينبغي لوسط الميدان أن يتأقلم، ودرسنا الفيديو ما الذي لم ينجح بشكل كبير. مهما كان وسط الميدان المهم هو الروح المعنوية وما يمكن أن نقوم به. لم يكن هناك جهد كبير جدا في 25 دقيقة الأولى. نحن نثق في بلال، وإذا بدأ غدا وتولى مسيرته، لأن هناك ضغط كبير حوله منذ بدايته في كأس العالم، ينبغي أن يلعب بهدوء. هو أحد أفضل اللاعبين، وعندما يعقد الأمور نرى نقاط ونحن ننتظر هو أو زملائه. إذا لعب مثل ما فعل في الشوط الثاني سيكون لنا أقل أسباب للقلق. سامويل بيون de CRTV Cameroon Radio and Television. صحفي كاميروني. بالنسبة لمباراة الغد بين الكاميرون والمغرب هناك أيضا وزن التاريخ. هل تتحدثون عن ذلك؟ أنت عرفت تلك اللحظات، ربما الشباب لم يعرفوا ذلك. ملحمة الكاميرون الذي فاز دائما على المغرب هل هو عامل مهم؟ لكن أنت كيف تتعامل مع هذه الناحية التاريخية لو أردنا؟ أنت تتحدث عن التاريخ وهذا هو الواقع، والكاميرون ضد المغرب بشكل عام هو الحصان الأسود للمنتخب المغربي. أقصيتم فريقنا في عام 88 هنا في المغرب 88 وفزتم في الماضي، لكن الماضي هو الماضي، وأنا قلت نحن المغرب الجديد وما حدث من قبل لم يعد موجودا. آخر مباراة التقينا المغرب فاز في 2018 أو 2017 2018 آخر مواجهة فزنا. بالنسبة للكاميرون أنا كلاعب لعبت ضدهم مرتين لم نفز في مباراة ودية، وفزنا في ياوندي أو دوالا مع لومير وتعادلنا 0-0. مهما كان الحقيقة أن الكاميرون الآن هو فريق في أفضل استعداد، لأنه في النهاية إذا لم يتقدم سينتظر 2 أو 3 سنوات قبل أن يشارك في مباراة كبيرة. نحن سنخسر لأننا على أرضنا، لكن أمامنا كأس العالم سنشارك فيها، ولذلك نرى أن الكاميرون له حافز قوي ربما أكثر من العادة. نحن علينا ضغط بدورنا، لكن ستكون مباراة كبيرة، هذا هو المهم. سيكون علينا أن نحترم هذا الفريق، لديهم رئيس كبير وكان لاعبا ممتازا ومدرب أيضا تولى الإشراف على الفريق مثل ما فعلت أنا قبل كأس العالم وحقق نتائج جيدة. والكاميرون لهم أيضا لاعبون ممتازون، بالرغم من أن كثير من المغاربة لم يفهموا ذلك، لكنهم عندما يرون نتائج الفرق الكبيرة يفهمون أنه ينبغي لهم أن يدعموا فريقنا، لأن هناك فرق قوية كثيرة. على أي حال الكاميرون هو في مستوى الكاميرون، والمغرب هو أيضا في مستوى الكاميرون. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم. المول السباعي مشوف تيفي.
كوتش كنبدا السؤال ديالي بواحد المقوله اللي كنتي قلتيها لينا، خاصنا نبقاو جروب سودي الى اخر رمق ان شاء الله، الى حين اننا نتوجوا. عندنا احسن لاعبين، يعني عندنا احسن مدرب، عندنا احسن جمهور. كتبقى المساله ديال الضغط، يعني الضغط كيفاش وليد الركراكي كيحيد، حيت لا جماهير لا اعلامي كلشي ولا يعني خايف على هذه المساله ديال الضغط. فكيفاش كتحيدوا عليكم هذه المساله ديال الضغط، سواء عليكم كستاف او على اللاعبين؟ والله يسر الامور ان شاء الله. والضغط لا بريسيون بحال اللي كنقول كاينه، بغينا ولا ما بغيناش، والدراري كيحسوا بها. احنا اللي بنيها باش ما نكذبوش، احنا اللي بنيها دابا عام ونص اللي كنديروا لا بريسيون على هاد الفرقه اللي كنقولها ولا ما داتاش ماشي فرقه، دونك ديتو الضغط. دونك دابا نحن اوبليجي داسيمي، ما كنردوش البال في الضغط بيناتنا، كنقولوا صافي كاينه باغيين يحطوا لنا الضغط خصنا نهزوها. باغ كونت اللي عجبني الجمهور في لي دو ديرني ماتش، حسينا ملي كان الضغط وفهموا ملي خصهم يعاونوا هاد الفرقه. علاش هاد كان ما غاديش نديوها غير باللاعبه ولا غير بحال اللي قلتي، عندنا اللاعبه، عندنا مدرب. كاميرون عندهم لاعبه، عندهم مدرب. كوت ديفوار عندهم لاعبه، عندهم مدرب. ليجيبت عندهم لاعبه، بحال اللي قلت الدراري. نيجيريا ils ont 2 ballons d'or, l'Algérie ils ont un ballon d'or, l'Égypte ils ont un ballon d'or, le Cameroun ils ont un attaquant, il vaut 80 millions d'euros, il joue à Manchester United. Ils ont un attaquant. الكاميرون له لاعبون يلعبون في الدوري الممتاز ويلعبون في لديهم لاعبون. التواضع اللي نتوما بغيتو تحتو que on est au-dessus des autres, ce qui est pas la réalité. On a un bon effectif, on a des super joueurs. لدينا لاعبون ممتازون، كبرت، ولكن افريقيا تطورت، ils ont aussi des grands joueurs. والفرق الاخرى لها لاعبون كبار. نحن لدينا التواضع اننا قادرون على الفوز بهذا اللقب. on a meilleure équipe ان شاء الله. السلام عليكم، عادل رحبولي، موقع ماتش بريس، اذاعه مدينه اف ام. وليد، هذه مباراة كتعتمد على القوة البدنية. كنعرفوا أن المنتخب الكاميروني كيمتاز بالقوة البدنية خاصة والمرتدات السريعة. بالنسبة لكم واش كاين هناك تغييرات في الأماكن، خاصة أن كانت التجربة ديال العناوي مع المرابط كيشعروا بان المنتخبات اننا لاعبين بخطه دفاعيه 4 المدافعين زائد العناوي في البوست مع المرابط، كنوليو بحال 6. كنوهموا المنتخبات باننا حنا لاعبين خطه دفاعيه وكيزعموا علينا. واش ممكن توظيف، لان توظيف مثلا العناوي كصانع الالعاب خاصه في غياب يعني اللاعب اللي تصاب لنا في ديرنيير ماتش، الوغ واش ممكن نشوفوا تغييرات في الاماكن بعض اللاعبين؟ بس les 2 derniers matchs on a joué في المباراتين الأخيرتين لعبنا 2 joueurs offensifs بلاعبين هجوميين في وسط الميدان، لأن سفيان أمرابط لم يبدأ المباراة ni contre la Zambie ni contre لا ضد زامبيا ولا ضد تنزانيا. بعد ذلك ليست مسألة مراكز، الأمر يختلف. نحن سنحاول أن ننشط وسط الميدان عندما يلعب هذا أو ذاك. هناك إذن مواصفات مختلفة، سنختار أفضل وسط ميدان ممكن بالنسبة لمباراة الغد. وكذلك ربما لو لعبنا بلاعبي وسط ميدان دفاعيين سنوجه رسالة أخرى. نحن نريد أن نفوز بأسلوب لاعبنا. كذلك الكاميرون لهم طريقتهم، لهم دفاع ب5 مدافعين ولديهم وسط ميدان بقوة بدنية كبيرة. ستكون معركة وسط الميدان ستكون مهمة. سنلعب بمواصفاتنا، لا ينبغي أن نقع في فخ أنا كما لعبنا 25 دقيقة ضد تنزانيا. في المباريات خروج المغلوب ينبغي أن نخطئ. ربما تلك المباراة ستساعدنا في بداية المباراة الكاميرون. أنا ثقتي كبيرة في جميع اللاعبين الذين سيكونوا في التشكيلة. لدينا مجموعة لاعبين ممتازة وسوف نحل المشاكل، وهذا هو المهم. Bonjour coach. Carl Jomo pour le média La Paninka. Alors,
ضد تنزانيا، وفي المباريات الأخرى رأينا أن لعب منتخب المغرب على اليمين أكثر. الكاميرون قوي جدا ويلعب بلياقة بدنية كبيرة من تلك النواحي. هل تعتزمون تعزيز ذلك التخطيط من وتوزيع المجهود على اليمين أيضا حتى يكون أداؤكم متوازنا أكثر من الناحية اليسار، بحسب أيضا طبيعة ظهيرينا؟ لدينا أشرف الذي هو أفضل لاعب أفريقي، إذن فأداؤنا سيكون أكثر على الناحية اليمنى. ما هو مهم هو أن يكون لاعبون في أفضل أداء لهم. المرة الماضية هو لم يلعب منذ شهرين 90 دقيقة، وحتى بالرغم من أنه أدى مباراة ممتازة فنحن لم نرى بعد أفضل ما لديه، ونأمل أن يكون ذلك غدا مع أشرف في أفضل حالاته. وكذلك من الناحية النفسية كونه لعب المباراة ربما قد يحرره ذلك، سيكون جانب أيمن قوي، ربما سيكون هناك ذلك المفتاح. مهما كان أحيانا يمكن أن ينتقل إلى اليسار مع عبدي مع والناس صلاح الدين. لدينا هذه القوة أنه يمكن أن نوازن بين الرواقين. قبل في 2022 كنا نلعب على اليمين أكثر، الآن نحن أكثر توازنا. وليد صباح الخير. حمزه ايجامان، هشام دريدي، جريده العالم. كوتش اكيد عندي مجموعه الاسئله ما غاديش نطرحها، ولكن غادي نقتصر على سؤال واحد وديال الزميل ديالي محمد الحجوي، وهو فعلا كنا حنا ممتازين في الضربات الثابته اللي كنا كنسجلوها خصوصا مع الكابون، ورغم قلتها في هذا الكان لم نحسم اي ضربه ثابته. يعني اين ذهب المدرب المختص بالتدريب الضربة الثابتة، وهل لا زال موجودا، وما وضع هذه الضربة الثابتة؟ شكرا. المدرب الذي كان حاضرا قلت أننا نتدرب عليها بشكل كبير، ونحن أحد أفضل الفرق في ذلك. لكن كما قلت في المتوسط يمكن أن نعطي بعض الأرقام. الناس يلاحظون أنها في كل ركنية أو ضربة حرة يمكن أن تسجل هدف. أرسنال يسجل هدفا في كل 20 ركنية، ينبغي أن تنتظر 20 ركنية. نحن لسنا في تلك الإحصائيات، نحن ربما 25 ركنية لتسجيل هدف. المباراة ضد زامبيا سجلنا من ضربتين حرتين، فنحن إذن حسب الإحصائيات ويمكن أن نتحسن، ونحن إحدى أفضل الفرق. ونعرف أننا في بطولة قارية أو دولية لدينا القدرة على القيام بذلك. أحيانا هناك نسبة نجاح أكثر أو أقل. هدف إسماعيل سيباريك 5 سنتيمترات كان في موقف التسلل، لكننا نسجل من ضربات حرة. صباح الخير، أنا سايمون من الكاميرون. عندما ننظر إلى الفريقين هما متساويان، إذن ما الذي تعتقد أنه العنصران اللذين يمكن استغلالهما لتحقيق الفوز من هذا الجانب أو ذاك؟ أعتقد أيضا أن الأمر يتعلق بروح المعنوية للفريق والتركيز، وكذلك الموهبة. هناك مواهب في هذين الفريقين. أحيانا بعض اللاعبين يمكنهم أن يحدثوا الفارق ويغيروا يحسموا المباراة. لدينا لاعبون جيدون، وربما إبراهيم يمكن يحدث وأمبومو يمكن أن يفعل كذلك، لكن روح الفريق المعنوية مهمة جدا سواء باحتياز الكرة أو بدون كرة. السلام عليكم وليد. السلام عليكم، أحمد البرساني، موقع الدار. وليد، بطبيعة الحال اليوم عندي رسالة أكثر ما هي سؤال. رسالة هي أن المغاربة كاملين، الصحافة بالجماهير كلهم كيامنوا بالمدرب، كيامنوا بالمنتخب، وكلنا غادي نمشيو باش نفوزوا بهذا الكان.
وقبل اشرف حكيمي كان حضر معاك ويعني وهضرنا اننا عائله وحده. بالتالي في هذا الاسبوع شفنا فوقاش ما تقدم المغرب في الاقصائيات كيخرجوا بعض العناصر اللي كيهاجموا المنتخب، كيهاجموا اللاعبين، كيحاولوا يشتتوا التركيز نتاع اللاعبين. فالرساله ديالي ان هاد الناس اللي كيحاولوا يشتتوا ربما التركيز، الصحافه المغربيه كافيه بالرد عليهم، وبالتالي الدراري من احسن انهم يتكونسونطراو على الماتش، وحنا كصحفيين المغرب وكاعلام مغربي نردوا عليهم. ملاحظه وحيده الوليد هي بعد نهايه المقابله في لازون ميكست في المنطقه المختلطه هناك اسئله من طرف الجمهور المغربي علاش اللاعبين المغرب ما كيعطيوش تصريحات للاعلام. نتمنى انكم تداركوا هذه النقطه، على الاقل يخاطبوا الجمهور ويشجعوهم. شكرا. لا على اللاعبين، شوف احنا لا كريتيك اون لاكسبت، نحن نقبل الانتقاد، لا أكون موجودا دائما، نقبل الضغط ونتعامل معه، لأن لدينا لاعبون وإطار إداري ممتاز. نحن نبذل جهدا كبيرا لكي يتحدث اللاعبون، لكن لا يمكن أن نفرض على الجميع اللاعبين أن يتحدثوا، وبحسب المزاج ولعوامل عديدة نطلب منهم أن يتواصلوا أيضا، لأننا نعرف أن الجمهور والصحفيين يريدون رأي اللاعبين. إذن في جميع الأندية والمنتخبات هناك لاعبون يحبون الحديث، الكلام للصحافة، وهناك يهضروا بالدارجة ومن بعد كيضحكوا عليهم كيخرجوها، دونك كيقول لك أنا مابقاش نهضر بالدارجة quand ils font l'effort. C'est plein de trucs qu'on doit s'adapter, mais après ça fait partie de l'évolution. إذن هناك عدد من المسائل، ونحن نحاول مع مسؤول التواصل أن يكون هناك أكبر قدر من المعلومات، وننتظر منكم أيضا ينبغي أن تفهموا أن اللاعبين بالنسبة لأدائهم قد يشعرون بخيبة ولا يحبون أن يتواصلوا. ينبغي أن يكون هناك جو ثقة، لا ينبغي أن تقول عنهم طوال الوقت إنهم سيئون ثم تريدهم أن يتكلموا. Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. Une question pour vous, Hamza. سؤال لحمزة، أنت هنا في بلدك ولم تلعب، ما رأيك من الناحية الثقة والناحية البدنية مع التنافس على المراكز في الفريق؟ ما موقفك؟ الحمد لله دابا أنايا واحد الحالة صحية مزيانة، وكنبغي نشكر ستاف ميديكال ديالنا ديال ليكيب ناسيونال، حيت بدلنا واحد المجهود كبير بزاف باش نقدر نكون واجد فهاد لي ديغني بارتي ديال الكومبيتيسيون. وانا دابا راني زعما في تحسن مزيان، وإلا احتاجني مدرب نلعب غادي ندخل نحط 100% بحال الدراري. Bonjour coach. Coach, le Maroc a la plus grosse possession de balles. كان له أكبر استحواذ على الكرة. Journaliste RSI depuis Douala. Alors je disais, le Maroc a eu la plus grosse possession de balles après les 4 premiers matchs. بعد المباريات الأربعة الأولى 65% من الاستحواذ، وأمامك في مواجهتك سيكون له الأقل في الثمانية المترشحين إلى ربع النهائي 45%. هل تعتقد أنها أفضلية أم شيء سلبي؟ هذا سؤال جيد، لأن امتلاك الكرة أو استحواذ على الكرة هناك من لا ينتبه إلى هذه الناحية في إحصائيات منتخب المغرب، ومع ذلك الرؤية الخارجية تجاه فريقنا هو أننا لا نثير الإعجاب وربما لا نبادر كثيرا، والفريق يكون قويا في الدفاع وينطلق. لكن أعتقد أن مباراة الغد ستكون مختلفة، لأنها مباراة خروج مغلوب، وأنا أعرف الكاميرونيين لأنهم لن يقبلوا أن يحرموا من الكرة وقتا طويلا. وصورتي لدينا بما أن لدينا الكرة ونتقدم
هذه صورة فريق يترك مساحات في الخلف وهناك خطورة في ذلك، ومع ذلك لم نكن ضدنا فرص عديدة. ربما تنزانيا هي التي كان لها فرصتان، لكن بشكل عام نحن متوازنون. إذا نحن نلعب بأسلوبين مختلفين. الكاميرون ينطلق سريعا جدا في المساحات، وأعتقد أنه سيحاول القيام بذلك لكي يفاجئنا، وعلينا أن نكون يقظين وأن لا نمنحهم الفرصة للقيام بذلك. ونحن منذ عام ونصف نتصور ونتدرب على هذه الوضعية حتى نخلق لهم أيضا خطورة. محمد بتاح من قناة العيون. السؤال غادي نوجهه لحمزة، ولكن سابق ذاك رسالة الكوتش هانئا لأن المباريات تربح سابق ما تلعب، على أن مجموعة من الدروس اللي استفدنا منها من المباراة ورانا وراكم كإعلام وكجمهور جميع مكونات يعني في المملكة المغربية. حمزة يعني الحمد لله على عودتك المباريات. ألا تظن على أن هذه العودة غتدير عليك ضغط على المباريات اللي فاتت، وعلى أنك باش تدير اسمك وتدير كذلك واحد الأداء كبير اللي يؤدي الرسالة وحتى طموحاتك انت في ديك كاس افريقيا؟ حنا كنشتغلوا كفريق، ما كيهمنيش زعما نلعب ولا ما نلعبش. زعما انا وجدت زعما 100%، وكيف ما قلتي لحتاجني مدرب غادي ندخل، وما عنديش ما عنديش لا بريسيون كاع. نقدر ندخل دقيقه جوج دقائق غادي نقدر نلعب، ما عنديش مشكل في هادشي كاع. Coach Walid, dans le duel des entraîneurs à venir, David Pagou vous a... في الصراع بين المدربين أنت الأكثر تجربة، وصلت إلى نصف نهائي كأس العالم. ما رأيك في هذه المواجهة بينك وبين المدرب الآخر، وخاصة بالعمل الذي قام به لحد الآن مع منتخب الكاميرون الذي لم يكن ينتظره أحد في هذا المستوى من البطولة؟ أود أن أهنئه أولا لأنها مهمة صعبة أن يتولى الفريق قبيل نهاية كأس أفريقيا، وهذا ما قلته قبل كأس العالم. لكن نرى أنه فرض بصمته فيما يتعلق بالتجربة. هو لديه خبرة تدريب أكثر من 6 سنوات، درب كثيرا في الكاميرون ويعرف السياق الأفريقي والعقلية الكاميرونية. أنا سعيد جدا أن سامويل وضع ثقته في مدرب محلي، وهذا يثبت الاتجاه أو التوجه الموجود في أفريقيا بوضع الثقة في المدربين المحليين. وأنا أقول له تهانينا وليفوز الأفضل غدا. ستكون مباراة حقيقية في الملعب، هناك مدربان جيدان ومجموعة لاعبين متميزتين، وهذا سيخدم الكرة الأفريقية. أنا سأكون سعيدا أن أراه على دكة التدريب وسعيد بما يقدمه. السلام عليكم. مباراة قوية بطبيعة الحال ضد المنتخب الكاميروني. ربما مباراة خروج المغلوب تفترض ربما نمشيو الشوطين الإضافيين، ربما نمشيو حتى لضربات جزاء. واش تهيئتوا أيضا لهذه الحصة ربما ديال الضربات الترجيحية اللي يمكن أنها تمشي تحسم المباراة في المراحل الختامية. وكل الدعوات للمنتخب الوطني بتحقيق إن شاء الله الأمل ديال الشعب المغربي كامل. لا ماشي كنخدموا على الضربه الجزاء. احنا دفاسون صافي انا 3 سنين مع الفرقه، دونك عندنا دي جوار ولا خصنا نوصلوا لضربه الجزاء كان عندهم ديك لابيتود. بحال اللي قلت ضربه الجزاء في كاس العالم مع اسبانيا ضربناهم مزيانين ودوزنا. في جنوب افريقيا اشرف اللي كان ماركا في كوب دو موند. سي الفوتبول، حنا اللي كيامنا ماشي لو بلان نمشيو لضربه الجزاء. ديما عندنا لو بلان ديالنا ان شاء الله بغينا نربحوا في التيران قبل ما نوصلوا لضربه الجزاء، بحال كنعرفوا من ديك الطريق ملي كتبغي تمشي بعيد تقدر تطيح في ديك لي برولونغاسيون وتوصل للبينالتي، وخصك دوز مره بهذا الشيء. مي سي با ليدي بروميير ديالنا نوجدوا في هذا الشيء. حنا اوني بري دابور، نحن جاهزون لمحاولة الفوز في خلال المباراة في الملعب، وإذا وصلنا إلى تلك المرحلة لنا اللاعبون. Un des meilleurs dans les pénaltys, donc on a cette confiance aussi. Coach and captain, thank you so much and thank you everyone. شكرا، merci.